للأزواج فقط، من كتاب زوج حسب قلب الله للكاتب ستيوارت سكوت. معنى إنك تكون زوج مثالي هو إنك تكون نسخة شبه يسوع المسيح. فمسؤولية كل زوج هو إنه يشتغل على نفسه بكل قوته عشان يكون شبه المسيح. لكن أحياناً بتكون في خطايا بتمنع الزوج إنه يكون شبه المسيح، وده العنوان اللي حطه الكاتب للفصل ده: خطايا قاتلة للزوج المثالي. أول خطية هي الغضب. بعض الأزواج بيفتكروا إنهم ضحايا لهجوم الغضب، وبيحسوا إن غضبهم صعب يتحكموا فيه، وبيعيشوا سنوات كتير من عمرهم في حالة الندم على الألم اللي سببوه للي بيحبوهم. وللغضب نوعين: النوع الأول الغضب البار، وهو غضب لأسباب مقدسة وهدفه تحقيق البر أو الحفاظ على إرادة الله، وهو ده النوع اللي اتكلم عنه بولس في رسالة أفسس 4:26: اغضبوا ولا تخطئوا. أما النوع التاني هو الغضب الشرير، وهو غضب هدفه تحقيق أهداف متكبرة وأنانية، وبينبع من الفكر وبيفتقر لضبط النفس، ودايماً بيصاحب الغضب ده خطايا تانية، وإذا ما تعاملناش معاه بيتحول للمرارة والكراهية. وسأل الكاتب: إزاي كزوج أتغلب على الغضب الشرير؟ أول أمر: اعترف بخطية الغضب قدام ربنا وقدام زوجتك، واطلب من الرب يساعدك إنك تكون أكتر لطف وطويل أناة ومتواضع. فكر أفكار جديدة تحارب بيها الأفكار القديمة المتعود عليها، وما تقولش أنا مش ممكن أتغير أبداً، لكن الأمر يحتاج لتمرين، ومع الوقت هتلاقي غضبك بيقل تدريجياً. لو فشلت ما تستسلمش، لكن استمر صلي للأمر ده، واسعى بكل قلبك إنك تكون شبه المسيح. تاني خطية من الخطايا القاتلة للزوج المثالي هو الخوف والقلق. وبيوضح الكاتب إن الأزواج معرضين للقلق بسبب المسؤولية الكبيرة اللي عليهم وسط ضغوط ومشاكل الحياة. والقلق والمخاوف بتكون نتيجة أفكار، مش مجرد احتمالات من اللي ممكن يحصل أو ما يحصلش في المستقبل، وبيبقى فيها التركيز على الذات والظروف والأمور الوقتية بدلاً من التركيز على الله. والخوف ممكن ينتج عنه خطايا تانية زي الكذب أو الشك في الله وصلاحه. وبيسأل الكاتب: إزاي كأزواج إزاي نتغلب على الخوف والقلق؟ قال الكاتب في البداية: محتاجين نعترف ونتوب عن خطية الخوف والقلق. اطلب من ربنا يساعدك إنك ترمي كل هم وقلق عليه، وثق في وعوده ومحبته ورعايته ليك. غير طريقة تفكيرك للشكر والرجاء والثقة، وردد كلمة الله لما يهاجمك الخوف والقلق. شارك زوجتك بمخاوفك وصلوا لأجلها سوا. ثالث خطية للزوج المثالي هي الشهوة، ودي أكتر الخطايا تدميراً للزوج والعيلة. كل الخطايا الجنسية بتبدأ بالشهوة، فالشهوة معناها رغبة قوية بتركز على إشباع معين، وهي بتركز على الذات. والطريقة الوحيدة للنصرة على الشهوة هو إنك ما تدهاش فرصة. اهرب من التجربة من البداية واحتمي في الرب. اسلك بالروح عشان تنتصر على الجسد، وده عن طريق إنك تملى ذهنك بالله وبكلمته. وإذا كنت سقطت في خطية الشهوة اعترف وتوب واطلب معونة من الله، وابعد تماماً عن مصادر الشهوة. وفي النهاية بينصحك الكاتب: عشان تكون زوج بحسب قلب الله لازم تكون أولويتك هي علاقتك بالله، تكون قبلته مخلص شخصي وملك وسيد على حياتك، وبتعيش حياتك مديون للي عمله، فتتغير باستمرار عشان تكون شبهه وعلى صورته وتديله المجد. والروح القدس هيعينك عشان تكون الزوج اللي بحسب قلب الله. صلي واشتغل على نفسك باستمرار عشان تكون زوج مثالي. خلي أولويتك التانية بعد الله هي زوجتك، حبها زي ما أحب المسيح الكنيسة ورعاها وضحي من أجلها. فالزوج اللي بحسب قلب الله هو الزوج اللي بيحب الرب إلهه من كل قلبه ويحب زوجته كنفسه. وفي النهاية بيسألك الكاتب: هل زواجك بيعكس صورة المسيح والكنيسة؟ ولأي مدى مستعد إنك تجتهد في ده؟ الكتاب مليان بالتفاصيل الحلوة، بنشجعك تقراه، وأكيد هتستفاد أكتر لما تطلع عليه بالتفصيل. ربنا معك.